السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هنعمل مع بعض طريقتين للكبدة، الطريقتين احلى من بعض. هعمل لكم طريقة بتاعت محلات السمين، العربيات بتاعت السمين، وكمان هعمل لكم الطريقة الاسكندراني العادية اللي هي بتاعت عربيات الكبدة. عملنا منها في الكايزر وعملنا في الفينو، وكمان عملنا لها سلطة الطحينة الجميلة ديت. الطريقتين يا جماعة احلى من بعض، هتشوفوا دلوقتي الفيديو وهتحكموا انتوا بنفسكم. شايفين يا جماعة السندوتشات بتاعتي عاملة ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، بتتكلم عن نفسها. يلا بقى شوف الفيديو دوت وقومي اعمليها على طول. بس قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. طلعي الكبه بتاعتك او مفرمه التوم وتعالي نشوف هنعمل التتبيله ازاي. اول حاجه هنبدا بيها هي التتبيله. عشان نعمل التتبيله يكون عندي هنا 3 قرون من الفلفل الحامي، وكمان لو حابه تستغني عنه براحتك لو عندك اطفال. انا عامه حاطه ال3 قرون دول، هم مش بيخلوها يعني حراقه قوي او سبايسي قوي، يعني بيخليها مظبوطه. لو حابه تزودي الفلفل الحامي اكتر من كده براحتك. لا انا بكتفي ب3 وبكمل الباقي بارد اللي هو الرومي. عندي كده حوالي بتاع قد ربع كيلو من الفلفل، يعني هو بقى كتير شويه، او ربع كيلو الا قرنين كده، يعني الا وحدتين فلفل. وبعدين هنزل عليهم معلقتين كبار من التوم اللي هو الفروزن، اللي هو بيبقى متفرز في الفريزر. يا اما لو ما عندكش توم في الفريزر وعندك توم صحيح حطي شويه حلوين كده، يعني قد راس كبيره او راسين صغيرين. وبعد ما تحطي التوم هتضيفي عليهم كمان عصرة ليمونة، عصرة ليمونة كاملة يا جماعة. ما تحطيش الليمون بقشره، لا اعصريها وخدي المية بس. وبعد كده حطي من كل اللي هقولهولك دوت معلقة. حطي معلقة صغيرة من الملح لغاية لما نشوف التتبيلة طعمها ايه عشان ما تملحش معاكي. البهارات بقى حطي من كل حاجة معلقة كبيرة ما عدا الفلفل الاسود معلقة صغيرة. معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من الكمون. يبقى معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ونضرب الكلام ده كله كده كويس جدا لغاية لما ننعمه. وبعد كده هنروح واخدين نص التتبيلة ديت على الكبدة، ونصها هنشيلها في التلاجة. هقولكوا هنحطها امتى. بصوا بقى الكبدة بتاعتك هنا مهمة جدا. هقولكوا على المعلومة ديت، الكبدة بتاعتك هتخلي الراجل يقطعها لك كبدة شرايح وتاخديها ليه بقى. ما تخلوش يقطعها بالشكل دوت، عشان لو قطعها بالشكل ده مش هتعرفي ان انت تغسليها. الكبده هنا ما بتتغسلش، بس احنا مطرح ايد الراجل هنديها شطفه بسيطه كده. فهنجيبها شرايح زي ما هي مجمده ونديها شطفه بسيطه تحت الحنفيه. طبعا عشان مجمده مش هتفك معايا بسهوله، يعني مش هتفك اول ما نشطفها تحت الحنفيه. احنا هنقطعها يعني نشطفها بس مطرح ايده. وبعد كده تفضل مجمده زي ما هي ومجمده، نروح نقطعها لشرايط كده زي ما انت شايفه. عايزين نقطعها كده مش عصافير، لا عصافير مش تبقى حلوه يا جماعه. عايزين نقطعها عشان نحس كده بطعم الكبده، ونحس ان احنا يعني تبقى باينه في السندوتش ظاهره. ما نقطعهاش رفيعه قوي او صغيره قوي، لا هنقطعها شرايط. بعد كده هنجيب كميه من البصل، الكميه اللي انت عايزاها. انا هنا حطيت بتاع بصلتين كبار على نص كيلو من الكبده. طبعا الكبده انا هقسمها نصين، نصها هعملها اسكندراني ونصها هعملها على طريقه محلات السمين. الطريقه اللي هي ام بصل ديت زي عربيات السمين او محلات السمين. بصوا بقى حطينا كده البصل، خلينا لغايه لما دبل خالص، انا عايزاه يدبل تماما بس ما يحمرش. وبعد كده هنزل عليه بنص الكبده المتبله اللي انا عملتها مع بعض. هنبدا نقلب فيها لغايه لما تتشوح او لغايه لما خلاص تدخل على السوا. وبعدين هروح حاطه لها شويه كده من الفلفل الاخضر. فلفل اخضر رومي يا جماعه، انا هنا مش بستخدم فلفل حامي خالص. لو انت حابه تستخدمي فلفل حامي براحتك، بس عامه انا معايا اطفال عشان كده بستخدم هنا فلفل رومي بس. رشه الفلفل اللي انا حطيتها دي اختياري، طبعا احنا متبلين الكبده. لو انت حابه تحطيها براحتك، حابه تستغني عنها برضو براحتك. بصوا هنا الكبده كانت خلاص دخلت في السوا. وضعيه التصوير هنا ما كانتش مظبوطه تقريبا كده، التليفون ما كانش مظبوط انا وبصور، فعشان كده هي معلش مش واضحه قوي. بس هوريها لكم في الاخر. هي كده خلاص زي ما بقول لكم دخلت في السوا، ورحت حاطه الفلفل. بعد ما حطيت الفلفل اروح طافيه عليها ومغطياها وسايباها على جنب. وتعالوا بقى نعمل الطريقة التانية. عشان نعمل الطريقة التانية هنجيب كده طاسة على النار او صينية زي ما انا حطيتها كده، وهنحط فيها شوية حلوين من الزيت. الزيت هنا ما يكونش قليل يا جماعة. الزيت لازم يكون كمية حلوين كده، يعني قد نص كوباية او حاجة. ولازم الزيت يقدح كويس جدا ويكون سخن جدا، وبعد كده تنزلي عليه الكبدة. ليه لازم يكون سخن كويس جدا؟ عشان مش عايزة الكبدة هنا تنزل مية. مش عايزة الكبدة تنزل مية خالص، عايزة الكبدة اول ما تنزل كده تستوي يعني او تتشوح من غير ما تنزل مية خالص. شايفين بقى؟ نزلي كده الكميه بتاعتي كلها وعلي النار. ما تخليش النار هاديه، انا في الاول كده كنت مخليها هاديه وبعد كده عليتها. وهوريكم دلوقتي ان الكبده بتاعتي ما نزلتش ميه خالص. بصوا يا جماعه حمرت ازاي اول ما نزلتها.
شايفين؟ ده دليل ان الزيت كان سخن جدا. هنقلب بقى كويس جدا. شايفين كده هي ما نزلتش ميه خالص اهيت. قلبنا الكبده بتاعتي بقى لغايه كده ما قربت تستوي او دخلت على السوا. بصوا مش قادره اقول لكم على ريحتها، مش محتاجه ولا اي حاجه تاني. تحفه يا جماعه، مش محتاجه يعني فعلا هي كده. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، مش محتاجه ولا حاجه. بس بقى هنعزز الطعم بتاعها ونزود النكهه بتاعتها بمعلقه التتبيله اللي هنحطها في الاخر ديت. بصوا هتفرق، هتودي الكبده بتاعتنا في حته تانية خالص. بعد ما كانت طعمها تحفه هتبقى طعمها يعني بصوا روعه. بصوا بقى قلبنا الكبده بتاعتنا كده وسيبناها لغايه لما استوت. خلاص هي كده استوت. نزلي عليها بقى الفلفل. برضو الفلفل هنا مش عايزينه يدبل معانا، عايزينه يفضل طازه زي ما هو، ونحس بطعمه كده في الاكل. حابه الفلفل بتاعك يكون دبلان حطيه قبلها بشويه. لا حبيه يكون طازه كده والمحافظ على الخضار بتاعه وعلى لونه، حطيه خلاص في اخر ما هتقربي تطفيه، يعني تديها دوبك تقلبتين وتروحي طافيه عليها. شايفين الكبده بتاعتي عامله ازاي؟ بصوا بقى خلاص قربنا نطفي عليها. حسيتها ان هي محتاجه شويه ملح كده، هنضيف لها شويه ملح رشه بسيطه خالص. طبعا لو مش محتاجه خلاص. وهننزل بقى كمان الفلفل الكميه اللي انت عايزاها، مش حابه تضيفي لها فلفل خالص براحتك، بس عامه الفلفل برضو بيديها طعم حلو قوي. خلاص كده حطيت الفلفل، قلبيها تقلبتين كده واطفي عليها. وكده الكبده بتاعتي بقت جاهزه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. والله يا جماعه الكاميرا ظلموها يعني، عشان الاضاءه زياده شويه. فالكاميرا زي يعني ظالمه اللون بتاعها. حقيقي اللون بتاعها جميل، انا عماله احاول اجيبها يمين وشمال عشان اظهر لونها الحقيقي، مش عارفه. وديت الطريقه التانية بتاعت الكبده، عملناها بطريقتين احلى من بعض. وتعالوا دلوقتي بقى نجهز السندوتشات بتاعتنا. انا هحط الكبده الاسكندراني اللي هي بالفلفل في الفينو، وهحط الكبده اللي هي بالبصله زي عربيات السمين دي، احطها في الكايزر. عشان بس ما يتلخبطوش، اللي حابب من دوت ياخد، اللي حابب من دوت ياخد، اللي حابب ياخد رغيف من ده ورغيف من ده برضو ياخد. بصوا طبعا انا مكتره الكميه. طبعا هي كانت كتير علينا وقعدت تاني يوم. بس انا ما عملتهاش الصراحه كلها في السندوتشات، انا عملت على قدنا والباقي قعد زي ما هو كده لتاني يوم. حابه تاكليها بالعيش كده عادي، حابه تعملوها في السندوتشات برضو تاني يوم زي ما انتوا حابين. بصوا بقى كانت عامله ازاي. بجد شكلها كان يفتح النفس. لو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهارده يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك للقناه عشان يوصلك كل جديد. طبعا ده صوت ابني الصغير بوده عمال كل شويه يزعق، هو قصدي على فكره ان هو يعمل كده عشان ما يخلينيش اسجل الصوت للفيديو. بألف هنا وشفا على قلبكم. باي باي.